انا بحقن بوتوكس لنفسي بقالي سنين. ليه؟ لاني بدي محاضرات وبتكلم وبشرح جميلاتي في كل مكان. اهلا بيكم حلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين. هشرح لكم فيها النهارده الفرق بين الفيلر والبوتوكس، ومين محتاج يحقن فيلر ومين محتاج يحقن بوتوكس. عايزه اقول لك ايه الفرق بين الفيلر والبوتوكس. هو اصلا المقارنه مش صح، لان ده حاجه وده حاجه تانية خالص، ما فيش اصلا رابطه او علاقه بينهم. الفيلر زي ما شرحنا في حلقات كتير قوي ماده طبيعيه، وبنسميه حتى الفيلر الطبيعي اللي هو الهالورونيك اسيد، ماده طبيعيه موجوده في جسمي. بحقنها امتى؟ من اسمه فيلر يعني فيلينج، يعني بملى بيه مكان معين هابط او قليل، او محتاجه اعمل ليفتنج فيه، خدي ساقط مثلا او فاضي، او انا نحيفه قوي من الخدود نفسي يبقى عندي خدود، ده كله محتاج مني فيلر. الفيلر له استخدامات كتيره جدا جدا على حسب الحاجه له. البوتوكس ده قصه تانية خالص. البوتوكس حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل ريلاكسيشن او بتهدي حركه العضله المسؤوله عن التجعيده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اجي اضحك او ابتسم او اتصور واعمل كده بلاقي عندي كشكشه كتير قوي هنا. في ده بعض الناس الطبيعي ان انا يبقى عندي حركه، يعني شويه خطوط بسيطه كده لو ابتسمت او ضحكت او عملت تعجب او كشرت، لكن ما تبقاش اوفر. في حاله الاوفر احنا بنحقنها ماده زي البوتوكس اللي هيعمل ايه؟ هيهدي العضله فيخليني ابتسم من غير تجاعيد او من غير كشكشه. طيب الفيلر والبوتوكس يحلوا محل بعض خالص؟ ده حاجه وده حاجه، يعني ينفع ده حقن مكان ده ولا ده مكان ده؟ طب مين محتاجهم؟ اي حد ممكن يروح يحقن وخلاص؟ لا، انا لو مش محتاجه اعمل فيلنج المكان معين في وشي فما فيش داعي ان انا اعمل فيلر. عايزه اعمل شويه نضاره، لان الفيلر بيدي نضاره مش بس بيملى، وبيدي ليفتنج بيشد الجلد. لو ما عنديش الكيس دي وعايزه اعمل نضاره هستعوض عن الفيلر بالسكين بوستر، واتفرجي على حلقه السكين بوستر والفيلر. لكن البوتوكس انا عندي تجاعيد حركيه، تجاعيد بسبب ان انا الماسلز عندي قويه وانا بتكلم بكشر، ممكن اركز في الشمس قوي، ممكن اركز وانا بسمع محاضره او بسمع حد فبيعمل لي 111. ممكن حد يشوفني يفتكرني انا على طول مكشره لان عندي ال 111 دي. البوتوكس بيلغي الكلام ده فورا. فهل هو محتاج سن؟ لا، مش محتاج يكون في سن معين عشان يحقن. الفكره انا محتاجاه ولا لا. حتى لو سني صغير عندي حركات تعبيريه بتعمل لي تجاعيد اوفر، هروح احقن بوتوكس سواء صغيره او كبيره. انا ممكن اكون صغيره في السن وعندي اكسبريشنز عاليه، بعبر كتير في طريقتي بالكلام، فانا محتاجه احقن بوتوكس. وانا كده انا بحقن بوتوكس لنفسي بقالي سنين. ليه؟ لاني بدي محاضرات وبتكلم وبشرح، فعلى طول عندي اكسبريشنز بتعمل لي تجاعيد حركيه. لكن انا ممكن اكون كبيره في السن وما عنديش اي اكسبريشن. هل بالضروري ان احقن بوتوكس لمجرد ان انا كبرت؟ ابدا، هو عند الحاجه له فقط لا غير. طيب لو حقنت هقعد قد ايه بالافكت او بالريزلت دي؟ الفيلر هيقعد زي ما قلنا قبل كده من 6 شهور لحد سنه وسنوي كمان حسب السن وكميه الفيلر اللي انا حقناها. البوتوكس هو من 3 ل 6 شهور وبيروح. برضه بيعتمد على ايه؟ على السن. دايما في التجميل هتلاقيني بقولك كل ما كنتي اصغر سنا كل ما كانت الريزلت اعلى، والفتره اللي بيقعد فيها الموضوع اللي انت حقناه ده اكتر. فالبوتوكس هو 3 ل 6 شهور اقصى حد ان انا ممكن احقنه مرتين في السنه، فده ساتسفايد جدا وكويس جدا. يا رب نكون فهمنا الفرق بين البوتوكس والفيلر، والفرق بوضوح جدا من غير ما نسمع لاي حاجات وكلام بيطلع عنهم غير علمي. واستنوني في حلقات جايه كتير هفهمكم حاجات وترندات كتيره قوي في عالم التجميل.